يا زول يا زول، انا بكلمك بخصوص الشقة في فيصل تبعك. والله سوداني، والله انا اسمران اهو. منين سودان؟ خرطوم تاني شمال. ايه يا زول يا زول، والله سوداني يا زول، ما صدقنيش. حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. مبروك لكل اخواتنا السودانيين على بداية حل الأزمة في السودان ورجوعهم لأرضهم بالسلامة، أرضهم اللي هي السودان مش فيصل. والحقيقة ان موضوع السودانيين والسوريين ومن قبلهم العراقيين دايما بيثبت ان احنا تجار أزمة شطار قوي. بس يا عيني على العميل اللي كان معايا من فترة، من يجي سنة كده، كان معاه سكة ال 2 مليون جنيه وقال لك طب ما اجيب شقة في فيصل زي ما كله بيعمل دلوقتي وأجرها لاخواتنا السودانيين واكسب والم ثمنها. أجدع من أجدع استثمار عقاري أنا بقول عليه. قبل الأزمة الشقة في فيصل تقريبا كانت ب 400,000، ولما حصلت الأزمة بتاعت اخواتنا السودانيين الضغط على العقار في المنطقة دي زاد، نطت الشقة ل1.5 مليون و2 مليون، وكذلك الإيجار زاد من 2000 لحد 7 و8 آلاف جنيه، لدرجة ان هم كانوا بيطردوا المصريين من الشقق عشان يأجروها للسودانيين. في حد هيطلع يقول لي ده عرض وطلب عادي، انت متضايق ليه؟ ما الاستثمار كده. ولكن لازم نفرق ما بين الاستثمار في عقار بزياداته المنطقيه اللي بتحصل وما بين المضاربه في العقارات، وتحديدا في تجاره الازمات. يعني مش منطقه اقول لك انك استثمرت في شقه لمده سنتين مثلا وبتدفع اقساط والعقار ده بيزيد الزيادات المنطقيه بتاعه العقار، وفجاه تلاقي قيمتها تقل النص، بعيدا عن الكوارث والامور اللي مش طبيعيه. ولكن اللي مش طبيعي ان اشتري شقه ب1.5 مليون و2 مليون وهي قبل الازمه كانت ب 400,000 جنيه. دي قيمه وهميه مربوطه بالازمه، لان دلوقتي بعد الأزمة نزل ثمنها ل 800,000 جنيه ومش لاقي حد يشتريها، والعبرة على اللي نفسه طويل. خلاصة الكلام، تجارة الأزمات بحر كبير لناس، بلاش تكون واحد منهم باحث عن مكسب سريع، عشان في يوم هتتطربع على دماغك وهتخسر أكتر من اللي انت كسبته. لأن تجارة الأزمات هي برضو تجارة فيها مكسب وخسارة. استثمر في العقار استثمار منطقي وليه أسس عشان ما تندمش بعدين. ولو عاوز تستثمر في العقار ومش عارف تبدأ ازاي، كلمني هرد عليك بنفسي. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.